مثلا مره حد دكتور علاج طبيعي بيعالج الاطفال اللي عندهم حاجه معينه ان هم يقدروا يمشوا بعد ما كانوش قادرين يمشوا خلاص. فعمل فيديو عباره عن كومنت على تيك توك، حد كاتب له انت عمرك ما هتخلي الطفل ده يعرف يمشي، حاجه زي كده. والفيديو عباره عن صور كتير جدا ورا بعض للبروجريس اللي حصل، وهو الطفل لسه تعبان لسه مش عارف ايه، بدا يمشي بدا يتحرك لحد ما بدا بيمشي كويس. دي قصه عظيمه، ما طلعش قال حاجه ولا طلع عمل فيلم، بس هو بس الفيديو بالفكره. ما دي قصه جامده جدا اهي. والفيلن اللي هو الشخص اللي كتب التعليق، البطل الشخص بتاعنا اللي هو الطفل الصغير ده، واللي هو برده الراجل الدكتور العلاج الطبيعي ده، وفي كل العناصر اللي اتكلمنا عنها دلوقتي، صح ولا لا؟ فانا عايز الناس تفك دماغها من حته ايه انا القصه دي هطلع احكي اقعد اقول كان يا مكان كان، لا، اي حاجه حاول تفكر بقى بطريقه ثانيه. اي حاجه تحكي احداث زي اللي انا اتكلمت عنها دي قصه. انا مثلا قلت هنا ايه التحديات، ليه الناس بتحب التحديات على السوشيال ميديا؟ دي قصه وفيها تحدي وفيها انتصار وفيها انت بتشجع حد صح ولا لا؟ الرياضه بالمناسبه قصه، يعني الناس بتحب الكوره عشان هي قصه، عشان هي فيها بطل، الفريق اللي انت بتشجعه واللاعب اللي انت بتشجعه، فيها قبه وفيها فيلن وفيها انتصار وفيها سياق زمني، واحنا كام دوري وانت كام دوري، واحنا دايما وانتوا المره اللي فاتت واحنا المره دي، ده سياق زمني. شخصيات المساعده والمشجعين ده جزء من القصه، فالناس بتحب الرياضه عشان هي قصه. تمام.